السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. أهلا بكم في الحلقة الخاصة بمراجعة ليلة الامتحان. الحلقة بتاعت النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، لأن احنا النهاردة جايبين لكم النماذج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. عايزك تركز معايا في فيديو النهاردة، لأن أنا هعرفك شكل الامتحان بتاعك إيه هي الأسئلة اللي عندك، عدد الأسئلة اللي عندك كام سؤال، وكل سؤال هتحله إزاي. ركز معايا. ده النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم. السؤال الأول ده سؤال listening، ده سؤال استماع. بتسمع لفقرة صغيرة، وبناء على الفقرة دي عندك 4 نقط. النقطة اللي هي تبقى true هتكتب هنا حرف التي، ولو كانت الجملة ديت false هتكتب طبعا هنا F. السؤال التاني ده سؤال برضو listening، ده سؤال استماع، وده عبارة عن 4 نقط. بتسمع برضو لفقرة صغيرة، والفقرة ديت هتلاقي فيها النقط اللي ناقصة دي بتكملها. ركز قوي في الاستماع ده، لأن هو يعني سهل، ولكن انت لازم تركز في الفقرة اللي انت بتسمعها. السؤال التالت ده عبارة عن سؤال ماتشنج، سؤال توصيل. عندك هنا 5 نقط وست اختيارات، فبتقرأ الجملة كويس، وبعد كده بتشوف الاختيار الصح بتاعها هنا، وبتكتب طبعا جنبها هنا الرقم، او بتكتب هنا جنبها الاختيار بتاعها. يعني انت عندك مثلا هنا plants and trees، هتدور على الاختيار المظبوط بتاعها هنا، هتلاقي الاختيار بتاعها الصحيح are called producers. هتكتب هنا طبعا جنب نمبر 1 سي، او هتكتب جنب نمبر سي 1 زي ما انت عايز، ده صح وده صح. السؤال الرابع ده سؤال الباسج، سؤال القطعة. عندك قطعة بتقرأها كويس، وعندك 4 أسئلة عليها. بتقرأ القطعة كويس، وبتقرأ كل سؤال وتشوف الإجابة الصحيحة بتاعته، والسؤالين التانيين ده سؤالين بتجيب إجاباتهم من القطعة وبتكتبهم في النقط اللي تحت. السؤال الخامس وده سؤال ترتيب. عندك 4 نقط، ومطلوب منك إن أنت ترتب الجملة. السؤال السادس وده عبارة عن بانكتويشن، علامات الترقيم، ويبقى يجيب لك جملتين زي ما انت شايف كده، كل جملة فيها غلطتين 2 بس، او ممكن تكون جملة وسؤال وانت بتعمل البانكتويشن المناسب بتاعها. السؤال السابع وده سؤال الباراجراف، مطلوب منك ان انت تكتب 40 words، 40 كلمة. رأس الموضوع اللي انت هتكتب عنه اهوت، يعني why مثلا tourists come to Egypt، وجايب لك بعض الكلمات اللي هتخدمك وهتساعدك ان انت تكتب الباراجراف. ده طبعا النموذج النهائي المعتمد من وزارة التربية والتعليم. زي ما انت شايف الامتحان ما فيهوش تشويس، ما فيهوش اختياري. هو ده الشكل اللي هيجي لك في الامتحان ان شاء الله، واللي انت المفروض تتدرب على الشكل ده وتحل براكتس كتير عليه. يلا بينا عشان نتدرب نحل النموذج المعتمد من الوزارة ده، ونحل تدريبات كتير جدا ان شاء الله. هناخد طبعا السؤال الثالث اللي هو سؤال الماتشنج، التوصيل، لان اسئلة الاستماع انت طبعا هتسمع للمعلم وهتحلها بسهولة ان شاء الله. Read and match A with B. Number 1 plants and trees، النباتات والاشجار. تعالوا نقرأ بقى كل الاختيارات. انا بقرأ هنا نقطة وبعدين اقرأ كل الاختيارات. A out of the sun، بعيد عن الشمس. B show tourists the country، بيعرف السياح البلد. C are called producers، بتدعى أو بتسمى المنتجين. D a waterway made by humans، يعني مجرى مائي صنع بواسطة البشر. E plays tennis، بيلعب تنس. F is an animal، حيوان. يا ترى بقى plants and trees، النباتات والأشجار، طبعا إجابة نمبر C اللي هي are called producers. 2 shade، shade اللي هو ايه؟ الظل. يا ترى الظل بقى ايه؟ اجابه نمبر A out of the sun، بعيد عن الشمس. 3 canals، canals اللي هي الايه؟ القنوات. القنوات طبعا مش القنوات التلفزيون، قنوات المياه. طبعا اجابه نمبر D a waterway made by humans. 4 tourist guides، اللي هم المرشدين السياحه. طبعا اجابتها نمبر بي show tourists the country، بيعرف السياح البلد. 5 a bull، طبعا اجابتها نمبر F is an animal، الثور طبعا ده ايه؟ حيوان. تعالوا نحل سؤال القطعة. هنقرأ القطعة مع بعض. In towns air is not clean، في المدن الهواء مش نقي. We need plants to make it clean، محتاجين نباتات عشان نخليه نقي. Plants give us oxygen to breathe، النباتات بتعطينا الأكسجين للتنفس. People grow plants everywhere، الناس بيزرعوا النباتات في كل مكان.
We get food from plants. بنحصل على الطعام من النباتات. We give plants a lot of water to grow. بنعطي للنباتات مياه كثيرة عشان تنمو. We also grow flowers because they are beautiful. كمان احنا بنزرع الورود لأنها جميلة. There are a lot of flowers in our house. يوجد كثير من الزهور في منزلي. We can't grow all plants in our houses because they need good soil and water. بيقول احنا مش قادرين نزرع نباتات كتيرة في منازلنا لأنها بتحتاج تربة جيدة ومياه. السؤال الأول على القطعة Plants give us oxygen to يا ترى live ولا eat ولا breathe ولا play. طبعا plants give us oxygen to breathe عشان نتنفس. 2. We plant flowers because احنا بنزرع الورود لأن we need food ولا we need plants ولا they are bad ولا they are beautiful. طبعا موجودة في القطعة they are beautiful. السؤال الأول في أسئلة التكملة من القطعة Why do we need plants؟ ليه احنا محتاجين نباتات؟ لو طلعنا دورنا على الإجابة دي في القطعة هنلاقي في السطر الأول مكتوب Plants give us oxygen to breathe. أدي سبب إن احنا محتاجين فيه النباتات. في سبب تاني We get food from plants. احنا بنحصل على الطعام من النباتات. يبقى احنا بنزرع النباتات للحاجتين دول. السؤال التاني Why can't we grow all plants in our houses؟ ليه احنا ما بنقدرش نزرع كل النباتات في منازلنا؟ طبعا إجابتها في القطعة because they need good soil and water. السؤال اللي بعد كده سؤال الترتيب 1. Good swimming I at am. طبعا أنا هبدأ هنا ب I بعدها am يبقى I am بعد كده الصفة good بعد كده at وبعد كده swimming. I am good at swimming. 2. A taxi my driver is friend. هيكون ترتيبها my friend is a taxi driver. 3. O'clock up at 6 I get. هيكون ترتيبها I get up at 6 o'clock. 4. Summer it hot in is. هيكون ترتيبها it is hot in summer. ندخل بعد كده على البنكتويشن. الجملة الأولى We stay in a hotel in Cairo. طبعا عندي هنا W لازم تكون capital والسي بتاعت كايرو. 2. My town is in the north of Egypt. طبعا عندي هنا الام بتاعت my والاي بتاعت Egypt. السؤال السابع وده سؤال الباراجراف. المفروض ان انا هكتب هنا عن why tourists come to Egypt. ليه السياح بيجوا في مصر؟ ومديني كلمتين ممكن استخدمهم enjoy their time و visit places. تعالوا نشوفوا كده انا ممكن اكتب الباراجراف ده اقول فيه ايه. ممكن اقول tourists like coming to Egypt. السياح بيحبوا يأتوا الى مصر. They enjoy their time when they come. هم بيستمتعوا بوقتهم لما بيجوا. They like to visit many places. بيحبوا يزوروا أماكن كتيرة. They visit the pyramids in Giza. بيزوروا الأهرامات في الجيزة. They go to Luxor to visit the Valley of the Kings. بيروحوا لوكسور طبعا عشان يزوروا وادي الملوك. They love Egyptian people. بيحبوا المصريين. تعالوا ناخد بعض النماذج التانية على بعض الأسئلة. Read and match A with B. سمير is a very عندي كل الاختيارات بقى and toxic. To buy some vegetables. An important ingredient. Juice please. To play with our friends. Kind person. طبعا الإجابة الصحيحة هنا في التوصيل سمير is a very kind person. الإجابة number F. 2. We went to the park. حد وصل لها؟ طبعا الإجابة number E. To play with our friends عشان نلعب مع أصدقائنا. 3. The air is black. إجابة number A and toxic. وسام. الهواء أسود وسام. 4. I would like some. الإجابة number D. Juice please. أود بعض العصير من فضلك. 5. She went to the market.
طبعا إجابة نمبر B to buy some vegetables عشان تشتري بعض الخضروات. تعالوا نتدرب على سؤال الترتيب. Reorder the words to make correct sentences. الجملة الأولى 1 هداية gold the middle. هيكون ترتيبها هداية 1 the gold medal. 2 teacher uses my pen a green. هيكون ترتيبها my teacher uses a green pen. 3 problem apostrophe s the what تامر. هيكون ترتيبها what is the problem تامر. 4 would you what like drink too. هيكون ترتيبها what would you like to drink. ناخد مثال على البنكتويشن. الجملة الأولى where was نبيل going. ده طبعا سؤال هو حاطط question mark في الآخر، ما تحطهاش تاني. هنعمل هنا ال W capital وال N بتاعت نبيل. 2 علي wasn't watching a film. طبعا عندي هنا ال A بتاعت علي وفي الآخر هنا هحط full stop لأن دي جملة. تعالوا ناخد مثال تاني على أسئلة التوصيل. 1 a castle is أقرأ بقى a box in which we keep animals. صندوق بنحفظ فيه الحيوانات. ولا B a bad dream حلم سيء. ولا C a very large building built a long time ago مبنى كبير اتبنى منذ زمن بعيد. the way water moves الطريقة اللي الماء بيتحرك بيها. a glass building used for growing plants مبنى زجاجي معمول عشان نمو النباتات. good land to grow plants and crops أرض جيدة لنمو النباتات والمحاصيل. كده احنا عرفنا a castle is القلعة تكون. طبعا إجابة نمبر C a very large building built a long time ago. 2 a greenhouse is الصوبة الزجاجية هي. طبعا إجابة نمبر E a glass building used for growing plants. 3 fertile means خصب معناها. طبعا إجابة نمبر F good land أرض جيدة to grow plants and crops. 4 a nightmare is فاكرين a nightmare طبعا الكابوس اللي هو a bad dream حلم سيء. 5 a cage is عارفين cage يعني ايه؟ القفص اللي هو ايه؟ إجابة نمبر A a box in which we keep animals طبعا الصندوق اللي احنا بنحفظ فيه الحيوانات. ناخد مثال على أسئلة الترتيب. 1 favorite my fruit mango is هيكون ترتيبها my favorite fruit is mango. 2 do you know what want to هيكون ترتيبها what do you want to know ايه اللي انت عايز تعرفه. 3 about visiting museum the how هيكون ترتيبها how about visiting the museum. 4 you would stay in like to hotel this هيكون ترتيبها would you like to stay in this hotel. ناخد مثال على البنكتويشن. what is the weather like today هيبقى عندي هنا W capital وفي الآخر أحط question mark لأن ده سؤال. 2 I never go to school on Friday هيبقى عندي هنا ال F بتاعت Friday وأحط في الآخر طبعا full stop لأن دي جملة. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى من الله إن أنتوا تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجات جديدة النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك. لو ما كنتش اشتركت في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية في فيديو جديد. جود باي.